احلى حاجه في الهدف ده ان لاعب ما لمسش الكره خالص هو اللي عمل الاسيست، وهو كان المتسبب في الهدف. هو مرموش لما سحب المدافع قال له تعالى انا هفسحك في نص الملعب شويه وهفضي مساحه خلف الامام عاشور عشان يجري فيها. هتبص على رامي ربيعه اللي عمل اللينك بين الثلاثه على طول، يعني هتبص امام بيجري وباصص على مرموش فقال له خلاص اسحبه انت وانا هجري في المساحه. وبص على رامي بقى من اللحظه بدا يلعب الكوره بسويرف خارجي عشان تلف قدام امام عاشور وتنزل قدامه فيدوس على الكوره زي ما احنا بنقول ويلعبها بوش رجله الخارجي لصلاح. انا عايز اقول لك احلى حاجه في الهدف ده اصلا ان كل واحد استغل ميزته، استغل ذكائه. رامي بلعب الكره الطويله بشكل مناسب، امام عاشور بتحكم بوش رجله ولعب الكره بسرعه لصلاح. بس قبل ما نشكر في صلاح لازم نرجع للكره من الاول خالص. بص على صلاح بقى كان فين وبقى فين في لحظه. هو ده صلاح اللي احنا بنتكلم عليه، حط له الكوره في المكان المناسب هتلاقيه موجود. وهو ده اللي احنا عايزينه من صلاح، ان انت قدام المرمى خلص لنا الهدف بس كده. كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه وبشكركم.